كان مفترض نسافر نمشي القاهرة، لكن طبعا القرار المفاجئ طلع لأي سوداني، أي إنسان بيحمل الجواز السوداني ما يدخل القاهرة، لو من الخرطوم لو من جاي من أي دولة ما يخش القاهرة إلا بفيزا. وبرنامج جرجرة طويلة، في اضطرينا إنه نقعد هنا في دبي لحد ما نشوف اللي بيحصل شنو. بعد ذاك الواحد ربنا يعدل الحال، الواحد يرجع البلد. لكن يعني القرار ده جه في وقت الناس بجد يعني في ناس يا جماعة جاية من حتات تانية، جاية من دول تانية، ماشية القاهرة، الماشية تلاقي أهلها بهناك، الماشية يعني راجعة من شغل من حياة. فناس كتيرة يعني بقت قاعدة في المطارات، ناس بقت يعني تاخد الفيزا وتاخد الحاجة دي وتصل لحد هناك يقول لهم ارجعوا. فدي في حد ذاتها مشكلة كبيرة يا جماعة. أنا بستغرب في البيبان اللي بتتقفل للسودانيين، يعني بستغرب إنه يبقى يعني سبحان الله يعني. والله يعني بجد دي دروس الواحد يتعلمها، الفترة دي بجد علمت الناس حاجات كتيرة. فربنا يعني يسهل الأمور. فالناس كلها مفكرين إنها تسافر القاهرة يا جماعة، حتى الناس اللي عندهم إقامات منعوهم إنه يخشوا القاهرة. فالناس يا جماعة، الناس اللي دايرة تسافر على معبر أرجين، الدايرة تتلتل أولادها، الدايرة يسوقوا أمهاتهم كبار يمشوا يقعدوا هناك. وانتوا شايفين في معبر أرجين وعليه الطين، زاد الطين بلة. القرار طلع جديد ده بإنه أي زول بيحمل الجواز السوداني لازم يكون عنده تأشيرة. طيب انا دايرين نعمل تاشيره، التاشيره دي اعملها من وين؟ انتم مقفلين سفاراتكم انا اعملها من وين؟ طيب انت ما تقول لي عديل ما تجيني، قول لي عديل انت ما تجي. يا جماعه والله بس الواحد ما داير يفتح خشمه ده عشان يدخل نفسه في حتات تانية. بجد الجهجه تحت المطارات كويس. يعني الحمد لله ان احنا عرفنا انه الموضوع من قبل ما نتحرك، عرفنا انه القرار ده طلع والواحد احترم القرار ده. طبعا ما بتقدر انت تقول لدولة انك انت ليه عامله قرار او منعاني انا اخش دولتك ليه. نحن ما بنقدر نقول لهم كده لانه كل زول حر في بلده. لكن بس يعني الناس اللي عارفه القرار ده والناس اللي عرفته عليكم الله تنبهوا اهلكم. الناس الدايره تسافر تمشي مصر، الناس الدايره تطلع جايه من في دول الخليج، الناس اللي في دول اوروبا اللي بتحمل الجواز السوداني. الجواز السوداني ما جواز تاني. كل زول يقعد في مكانه، لانه الواحد ما بكون عارف حجم التلتله اللي حتكون راجيه قدام. والله السودان فاتح لكل الدول، دي مشكلتنا نحن انه نحن فاتحين لكل الدول. دي مشكلتنا نحن، ما مشكله زول تاني. اصله نحن ما نلوم الناس، دي مشكلتنا نحن. وسارة علي التحية والله والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة صمام الأمان، ربنا يحفظهم وربنا يقويهم وربنا ينصرهم وربنا يعني يصلح حال السودان والناس ترجع وتتلمى. لكن يا جماعة بعد الناس ترجع بالسلامة وترجع تتلمى، الظروف المرت بجد بالسودانيين في الفترة اللي فاتت دي يعني ده درسي والله. لو ما حسمته الحكومة الشعب ما يسكت على الكلام ده، لأنه ما في إهانة أكتر من كده، ما في إهانة. نحن ليه اللي بيجينا في بلدنا بنحترمه؟ ليه بس يعني؟ ما تقول لي أخلاق، ما تقول لي نحن اتربينا، ما تقول لي خلاص يعني بعد ده يعني هو ذاته بيجي الفهم غلط.
ليه نحن اللي بيجي البلد ده بنشيله في راسنا؟ ليه اللي بيجينا نحن بنغدر، ونحن اللي بيجي في بلدنا بنعامله زينا زي كأنه عايش ومتربي ومولود معانا زي الحتة مننا؟ ليه مجرد ما الناس تحتاج يعني تطلع تبقى زي المزلولة وتنزل زلة زي دي وعديل كده؟ يعني انت مرفوض انك تخش، مرفوض انك انت تجي. ليه؟ ما ياما نحن فتحنا لدول جوار كثيرة، فتحنا لهم الأبواب بتاعتنا وياما احتضناهم وياما وياما وياما. سوداني أهاليه وأجنبي كان في بلده ولا سمعناهم كلمة ما في محلها ولا جرحناهم ولا مشوا شكوا لدول من تعامل سوداني. لكن نحن نستاهل، نحن نستاهل. نحن نستاهل كتير يا جماعة. نحن بنحترم الناس، ايوه فعلا نحن بنحترم الناس، بنتعامل بالمبادئ بتاعتنا، بنتعامل باخلاقنا، بنتعامل بالشي شفنا في بيوتنا عند اهلنا، حاجات كتيره واكرام الضيف، وده كله بنعرفه، ده كله نحن بنعرفه ومعروفين به. وده تاج الواحد يشيله اي سوداني على راسه. معروف السوداني هو قدام العالم شنو. لكن في لحظه كده دي انت بتلقى انه كميه بتاعت حقد يعني من حقد وحاجات كده من دول كده زي كأنها هي منتظرة الفرصة دي عشان هي تتعامل معاك بالطريقة دي. ليه؟ ما في صوت يا جماعة؟ في زول سامعني؟ والله أنا ما عارفة. في زول سامعني يا جماعة؟ سامعيني؟ سامعيني عشان أقدر أواصل معاكم. أنا مغبونة والله، نفسي ده ما قادرة أشيله زي الناس. سامعيني يا جماعة؟ لو في زول سامع صوتي قول لي. لكن القفيل اللي حصل ده معناه حاجة واحدة، إنه السودان ماشي صح. يا جماعة شوفوا يا جماعة، لو ما كان يعني في شيء فيه حاجة ما عند الغير، ما بيكون مستهدف كده. خليكم فاهمين الحتة دي. دي الحتة اللي احنا ما عارفين دي الحتة اللي ما قادرين احنا يعني نرمي لها بالنا وما قادرين نغيم السودان. نحن قدر الناس اللي سافروا الليلة الغني والفقير كله في مستوى واحد، كلنا في مستوى واحد. والفترة اللي سافروا فيها الناس دي عرفوا قيمة السودان كويس. السودان ده لو ما كان ماشي مسافات من دول تانية، ما شرط نار، ما شرط بنيان، ما شرط زي ما الناس بتنظر للدول السودان فيه غني بحاجات كتيرة، وأي سوداني بيعرف الحتة دي تماما. عشان كده نحن مستهدفين. للأسف نحن الخونة جوانا مننا وفينا، نحن بنفتن في بعضنا بطريقة ما عادية. نحن خاينين، بندي فرص في أقل حاجة. نحن بننبش، ممكن بسبب المادة. بعض من الناس يا جماعة بسبب المادة ممكن نحن نبيع الوطن، نبيع روحنا، نبيع أي حاجة بس بسبب قروش. القروش هي. لكن أنت بينك وبين نفسك لما تكون خاين لبلدك منظرك شنو؟ وانت أساسا لو كان عندك ضمير ولا كان عندك نفس بتعاقبك ما كنت انت اساسا عملت العمليه دي. يعني الناس